تحدث الممثل السوري تيم حسن لأول مرة عن زوجته الإعلامية المصرية وفاء الجيلاني عقب ارتباطهما الذي أشعل وسائل التواصل الاجتماعي، وقال أن الزواج تم بشكل سريع. وخطف تيم حسن الأنظار في حفل توزيع جوائز موريكوز دور أمس الجمعة، وظهر في هذه المناسبة دون زوجته التي تتواجد في مصر، وحصل على جائزة أفضل ممثل لعام 2016 عن دوره في مسلسل نص يوم. وأجاب الممثل السوري على أسئلة وجهت إليه حول زواجه من الجيلاني والوقت الذي وقع فيه بغرام الإعلامية المصرية، وقال أنه حدث منذ فترة، مشيرا أن الأمر يتم تداوله بشكل مكثف في الصحافة هذه الأيام، لكنه تم بشكل سريع تماشيا مع سرعة دقات قلبيهما حسب قوله. وكانت جيلاني قد استضافت حسن في عام 2014 وعرضت عليه على سبيل المزاح الزواج منها، ولكن تيم حسن علق على ذلك بقوله إنه لم يكن في ذلك التاريخ أي شيء، مضيفا كما قال مصطفى الأغا كانت مزحة وصارت جد. أنا عايزة أتجوزك. بقبل فورا حبيبة قلبي. أما عن الفتيات الحزينات المعجبات بتيم حسن اللواتي شعرن باليأس بسبب زواجه، فقال لهن على العكس هذا الشيء يعطي أمل، كما علق على ما تردد من أن شخصا أردنيا طلق زوجته بسبب حزنها على زواج تيم حسن، فقال أنه لم يعرف بالحادثة، لكنه أشار أن القصة لو حدثت بالفعل فهو يرغب بالحصول على رقم الهاتف الخاص بالزوج من أجل عقد صلح بينه وبين زوجته. وعلى الرغم من عدم حضور وفاء الجيلاني لحفل تكريم زوجها تيم، إلا أنها باركت له في حسابها على موقع الانستغرام، وقالت: من مصر مبروك حبيبي، أنت والنجاح وجهان لعملة واحدة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الاشتراك. جميع الحقوق محفوظة لقناة ابحث واكتشف.